خير وفرحة وسعادة يا رب. فيديو النهاردة انا حاسة ان هو مهم قوي بالنسبة لي، لان الاول مرة ابقى جاية اشتري مشتريات وفي نيتي حاجة حاسة ان انا هاخد فيها اجر كده من ربنا، وحاسة ان انا عايزة اجي اعملها بغرض تاني، مش عشان بس الشراء وحاجات اللي ناقصة والكلام ده بس. حاسة ان انا عايزة اعمل حاجة مهمة، يعني لو حاسة ان هي حاجة مهمة حتى لو كتير بيقولوا لا دي مش مهمة، انا اقطع ليه، انا اعمل ليه. لا طبعا مهمة جدا، والاقتصاد بتاعهم نازل بسبب المقاطعات واماكنهم بتخسر، والموضوع فارق جدا عندهم، بس هم مش بيقولوا ومش بيصرحوا علشان يفضلوا محافظين على هيبة دولتهم، يعني اللي هي ملهاش هيبة بربع جنيه. فاحنا اكتر حاجة نقدر عليها فعليا يعني على ارض الواقع غير الدعاء هي المقاطعة. هي دي الحاجة اللي احنا نقدر، يعني احنا عمالين لا نعرف مثلا ان احنا نروح نساعدهم، ولا عارفين ان احنا نعمل لهم اي حاجة، ولا هم مثلا جنبنا فعارفين ان احنا حد يعمل اكلة وينزلها لهم، ولا حد ياخد ابن حد يغير له ولا يلبسه ولا يقعدوا معاه ولا مش عارف ايه. هم ربنا بس لوحده اللي يقدر يتولاهم، واحنا ما عندنا الا الدعاء والمقاطعة. فدي اول حاجة على ارض الواقع نقدر ان احنا نعملها يعني فعليا وواقعيا. فعشان كده انا جاية حاسة ان انا جاية اعمل حاجة مهمة كده، فاهمين؟ فيلا بينا بقى نبتدي اليوم ونشوف كده بقى هنجيب ايه وهنلاقي ايه عكس ايه والدنيا هتمشي معانا ازاي. وانا جيت هايبر 1 اللي في زايد عشان هو معانا كمان، يعني تبعنا ومعانا، وانا اصلا بحبه من زمان وبجيه على طول، فاللي هو بالنسبة لي فكده كده اسعاره بتبقى احسن ساعات كتير من كارفور، بيبقى فيه عروض اكبر، يعني كده كده انا برتاح له اكتر عموما يعني من قبل المقاطعه. فلحد وقتنا هذا مفيش تغيير غير بقى المنتجات اللي جوه هننقي ايه وما نسيب ايه، لان طبعا عندنا حاجه زي النسكافيه دي مش عارفين لها بديل لحد دلوقتي. كل الناس اللي عاملين ريفيوهات وكده مش عاجبهم مصر كافيه ومش عاجبهم مش عارف ايه، فهنشوف بقى نعمل ايه. لا مش معانا تقريبا. مش معانا. كيلو مش معانا يا وسيم. هو هايبر 1 بس الوحيد اللي معانا. هو توب فاليو مش معانا. توب فاليو هايبر. طب ما توب فاليو اهو كويس، نجربه. الوان دي معانا، اختاري بقى اللي انت عايزاه، ده ولا ده؟ ده. ماشي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وستر وسعادة وكل حاجة حلوة، واي حد بيتمنى اي حاجة ربنا يحقق له اكتر. والله خلاص بقى انتوا المفروض بقيتوا متعودين ان ببعد وباجي وببعد وباجي، بس والله كل مرة بيبقى بسبب، والسبب المرة دي ان حقيقي نفسيا ما كانتش احسن حاجة اول فترة، علشان خاطر طبعا الاحداث واللي بيحصل. طبعا ليبتون مش معانا، واكتر حاجة كانت مفرحاني يومها واحنا هناك ان الحاجات اللي كانت مش معانا كانت الارفف بتاعتها زي ما هي، والحاجات اللي كانت معانا كان عليها اقبال جامد جدا، وارفف بتاعتها فاضية زي ما انتم شايفين كده. العروسة فاضي ازاي، والكابوس برضو كمان. الليبتون لا مليان، لو محدش بيبص له اصلا. كان يوميها الروح كانت عالية جدا في هايبر بطريقة مش معقولة، ما تخيلتهاش بصراحة. اللي هو كل الناس مقطعة وكل الناس عمالة تسأل بعض ده ايه وده مش ايه وبتاع. فبصراحة كانت حلوة جدا، وحسيت فعلا بانتماء وبأحاسيس كده كنا فقدنا من زمان. مصر كافيه كل ناس كتير يعني شفت لها ريفيوهات قالت مش عاجبهم. بصراحة ما جربتوش، بس جربت توب فاليو اللي بتاع هايبر اصلا، هو اللي بيعمل منتجات توب فاليو، كان حلو جدا. طبعا نسكويك مش معانا، لينو بقى بكل حاجاتها معانا، دريم برضو بكل حاجاتها ومشتقاتها معانا. فاللي هو حسيت اهو ده البراند بتاع توب فاليو بتاع هايبر 1، بيعمل كل حاجة تقريبا، زيت وسكر ورز، بيعمل كل حاجة تقريبا، وموجود من زمان جدا على فكرة، وبس اتصيد دلوقتي كتير كده لما حصلت المقاطعة والدربكة اللي حصلت دي. المهم جه الأول حاجة موضوع الأحداث اللي حصلة وكل اللي كان حاصل. بعد كده جه سافرنا، رحت عند ماما، كان فرح بنت خالي وأسماء أختي الصغيرة. كل بقى اللي معايا على انستجرام وفيسبوك كان شايف الكلام ده كله.
صور العروسة بقى والفيديوهات والحركات. فكان في حاجات كتير، كان في حاجات كتير كده، حبة أحداث، رجعت البيت، تنظيفات البيت، مش عارف ايه كمان. بصراحة الواحد على هنا على يوتيوب يحس ان هو بيتعب وبيعمل فيديوهات ويمنتج كويس مش عارف ايه، وفي الآخر مش بحس ان يعني مش بحس ان مثلا بيجي عليه بقى مشاهدات كتير وحاجات كتير اللي هي بتكافئ التعب اللي انا مثلا بتعبه فيه. فاهمين قصدي ازاي؟ بيجيلي كومنتات حلوه قوي، بيجي ناس بتتابع، اتعرفت على ناس كتير منكم بيكلموني على انستجرام بتاعي وبقوا عندي هناك كمان، دي حاجه بسطاني جدا والله العظيم. بيجيلي ناس كتير قوي تقولي ده انتي بتبعتي فينا الامل تاني، بتتكلمي زينا مش عارف ايه، فبفرح جدا. بس بحس ان انا تعبانه في القناه من زمان قوي وبتعب فيها وبعمل مونتاج حلو وبحافظ ان انا اعمل محتوى كويس، مش زي الحاجات اللي انا بشوفها الغريبه دي، ومش بحس ان وصل لحاجه ايه اللي انا بتمناها او اللي بحس ان هي المفروض تحصل. حوار الصوص الكراميل ده كان فيه عركه واقفه عليه في المول، بس في الاخر عرفنا ان هو معانا يعني، فتمام جبناه علشان تبقوا متابعين معايا كده الاحداث. طبعا كل منتجات دريم وكورونا معانا، فاللي هو ما عندناش اي مشكله في الحلويات بصراحه، لان اصلا من زمان حاجات دريم كلها تحفه في الحلويات، تحفه لا يعلى عليها اصلا، مش بنحتاج المستورد. حاجات فريده برضو، كل اللي دايس في البيت وشغل البيت عارف ان هي منتجاتها تحفه وبرضو رهيبه، في المنظفات، في الارضيات، في المعطرات والشاور جيل بتاعهم الموف ده جامد جدا، عايزه اقول لكم بستخدمه بقالي فتره. حلو قوي قوي بصراحه. الريحه اللي هو اللون الموف ده ريحته عجباني جدا، ريحه كده شيك كده، عارفين اللي هو لما تشموا حد شيك كده وبيثبت وبيقلب ريحه التويلت، لا بصراحه حلوه قوي. المهم بقى فبقيت احس يعني انا بصراحه بفرح كده، او الحاجه الوحيده اللي بتظبط لي مودي وشغفي، بحس ان هي شغفي اللي هي الحته بتاعتي، كلمتكم في الموضوع ده قبل كده، اللي هي الحته بتاعتي انا كده، اللي هو التصوير والمونتاج والفيديوهات وكده. فمؤخرا لما بقيت ما لاقيش اقبال قوي هنا، او تقدير، مش اقبال، تقدير كده، تحسوا ان صاحب المنصة من غير يعني ما نذكر اسماء قوي بيعلوا من فيديوهات معينة مهما كانت كواليتي الفيديوهات التانية كويسة او احسن. يعني تلاقوا كده حاجة طلعت ترند، فحد بقى طالع بيقول اي حاجة قمة في الهيافة، بمنتج مونتاج يعني ما ينفعش، صور تصوير اضاءة بايظة وتصوير بايظ والكلام اللي بيتقال ما يصحش او هايف او كذا، وتلاقوا الفيديوهات بتضرب وبتعلى مجرد ان هو بس حاطط عنوان، عامل بروباجندا بالعنوان او عنوان خارج او كذا. فانا بصراحة ما بقتش احب يعني بتحس ان مفيش تقدير، وبقيت يعني عارفين انتوا كده لما يبقوا في 2 طلبة مع بعض في مدرسة او في حاجة، وتلاقوا طالب شاطر قوي وعمال عامل اللي عليه، او حتى لو عامل اللي عليه والتاني مفيش خالص، ويجي يبص يلاقي التاني جايب 100% وهو جايب مفيش. فانا عادة ما كنتش بحسبها كده، لان بحس ان هو ايه، المهم في الاخر بصي على الحاجة اللي انت قدمتيها حتى لو قدام ربنا وقدام الناس، المهم ان في الاخر الناس هتقول لا ان انت حاجة مختلفة، وان انت شخص شاطر، وان انت شخص محترم، وان انت شخص عمره ما قدم حاجة وحشة او كذا. بس برضو محتاجين تقدير لده. فاللي بقى يلبي لي الرغبة اكتر، او يلبي لي حب ان انا بعمل فيديوهات واصور ومنتج، وفي نفس الوقت بيتشاف، حتى ان الواحد يفرح ان حاجته بتتشاف، حتى لو مش هيجي عليها مقابل مادي، لو مش هيجي عليها كلام يعني اللي هو يتسقف لي في الراحه وفي الجاي، ان حاجاته بتتشاف، اللي هو اللي انا بتعب وبعمل وبصور وبعمل، وفي الاخر الحاجه بتتشاف. ما هو لما انت وانت بتتفرجوا بيعملوا لايك وبيعملوا كومنتات ومش عارف ايه والكلام ده كله، نزلنا بكام بقى؟ يعملوا تفاعل اكتر ويشيروا لقرايبهم مش عارف ايه، واليوتيوب نفسه يعلي الفيديو بتاع، فالتعب ده هيتشاف، سواء بقى بعد ما يتشاف يتقال ان هو حلو، يتقال ان هو وحش، عادي، يبقى الواحد تمام يعني مرضي، المهم ان الحاجة تتشاف.
فاللي بيلبي لي الحته دي حقيقي دلوقتي الانستجرام، الفيديوهات بتتشاف كويس، بتجيب ارقام كويسه، فبلاقي بقى رد فعل كويس، سواء في كلام حلو، سواء في عدد بيزيد، سواء في ناس بتبقى بتتفاعل بقى معاك وبقى ليك صحاب وناس وكذا. بس بحن برضو الفيديوهات الطويله وان انا احكي معاكم فويس اوفر وافضل احكي لكم كده كانكم اخواتي واصحابي، وبجد بتوحشني القناه قوي، لان بحس ان هي زي ما اكون كده ايه عيل مربيه فاهمين. فبفكر الفتره الجايه ان شاء الله ابقى معاكم كده واقدم حاجات اكتر ونبقى مع بعض تاني. افتح لكم بقى صوت الفيديو تعيشوا بقى معايا وبس كده. متنسوش تعملوا بقى لايك وكومنت لو انتوا واصلين لحد هنا معايا، واسمعوا بقى، عيشوا بقى الاسعار والحركات والجوله بقى في الحاجات الهدوم اللي كانت في هايبر دي. سعرها اعلى من الحاجات اللي بتبقى في المحلات تحت وكده. الاطفال دي برضو دي شورتات اللي بتبقى تحت الدرسات وكده، حلوه قوي. عندهم ب99، هي في ماكس نفس الخامه يعني. القطنيات دي ب120 وب130. علشان جربت من كارينا لآسيا وتحسست منه، فانا بستخدم بقى الحاجات القطنيات دي احلى بكتير، عشان لما يلبسوا درسات يبقوا براحتهم يعني. هوي يا حبيبي هوي هوي لما حد معبرك، اللي كانت الدنيا كلها مقلوبة عليك هوي. ايفا معانا وعليه الناس واقفة بتقول عنه حاجات كويسة، يعني بيقولوا ان هم جربوه وحلو وكده، في منه شيا باتر تحت وشامبو وبلسم وسيرم وواقي من الحرارة. كل الحاجات بيقولوا ان هي مش معانا. حتى انا كنت بقول على سانسلك بنوتة، كنت راح اجيبه يعني او اشوف هو معانا ولا ايه، بنوتة واقفة قالت لي لا مش معانا، وطلعت لي الكود وقالت لي لا تبعهم وبتاع. هم دول بس اللي معانا. ايفا هنا كنت واقفة بختار في الحاجات بتاعة الشعر، السيرم بتاع ايفا والشامبو والبلسم، دي الحاجة الوحيدة اللي كانت معانا. كل البنات ما شاء الله كانوا واقفين في هايبر كده، اللي هو حماس عالي قوي، وبجد حاجة يعني الروح كانت حلوة قوي بجد، اللي هو بنتجمع على حاجة كده وكلنا مهتمين ومحروقين فربنا ينصرهم يا رب يا رب يا رب يا كريم. المهم خلصت بقى حاجات الشعر وكده، وبعدين دخلت بقى على الجبن والحاجات دي اللي معانا، الجهينة والمراعي، حاجات التانية، ومزارع دينا طبعا، ودومتي، الحاجات دي معانا، وعبور لاند، وطعمة. مش عارفة طعمة، في ناس شككت. المهم انتوا لو محتاسين قوي، عندكم الجبنة اللي هي بتبقى السايبة دي من الأماكن النضيفة زي هايبر وكذا، طبعا لا يعلى عنها. احنا بنخوض حرب بسم الله لا يعلم محروم عنها غير الله، والموضوع مستاهل يعني. اللي مفرحني على قد المجهود بتاع المشتريات ده دلوقتي، طبعا كل حاجة عمالين نقف نشوف ده معانا مش معانا، الماركت كله بالمنظر ده الحمد لله. عشان نحافظ على المواقع اللي احنا عاملينها وما نشتريش حاجة بالغلط والكلام ده. بس على قد المجهود الصعب ده اللي ربنا ينتقم منهم البعدة، على قد ما الحمد لله الواحد بيحس ان هو مرتاح وفرحان والموضوع يستاهل. وبصوا حاولوا على قد ما يعني ما تديلهمش جنيه من فلوسكم يعملوا بيهم اي حاجة ضد اخواتنا يعني. الحمد لله الحمد لله. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديوهات جايه تانية كتير.